تعالوا نتكلم على الهيومن ميموري في الفيديو ده. الذاكرة البشرية بتبتدي بحاجة اسمها sensory memory أو الذاكرة الحسية. دي أول حاجة، ودي بيسموها الانيشال ستيج أو المرحلة الأولى والأساسية في الميموري بشكل عام، تكوين باقي أنواع الذاكرة. بيسموها كده لأنها معتمدة على حواس الإنسان، هي اللي بتدخل المعلومات وتخزنها أساسا، فهي أساس عمل الذاكرة بشكل عام. زي مثلا لو قلت لحد تقدر تفتكر ريحة البرتقان والفراولة دلوقتي، إذا تعرض ليهم كتير وكلهم قبل كده عدة مرات فطبعا هيعرف يميز. دي ذاكرة خاصة بحاسة الشم olfactory sense. طيب لو معلقة فيها فاصوليا ومعلقة فيها مثلا بامية، هتعرف تميز مين فاصوليا ومين بامية؟ فدي التيست، حاسة التذوق. غمض عينك كده وحطيت في ايد واحد مثلا قطن والتاني حرير، هيعرف يميز مين قطن ومين حرير. مفروض touch sense، حاسة اللمس. الناس بتعرف تفرق ما بين وشوش الاشخاص من خلال حاسة البصر او الفيجوال سنس. اصوات الناس، انها تميز ما بين اصوات الناس المختلفة. auditory sense، فدي اللي بتخزن المعلومات اساسا، ودي اول حاجة. حاجة تانية بيسموها short term memory، الذاكرة قصيرة الاجل. وكمان في حاجة شبيهة ليها اسمها working memory، الاتنين ذاكرة قصيرة الأجل، دي ودي. التانية اسمها working memory، بيسموها الذاكرة العاملة. هو ايه الفرق ما بين الشورت تيرم ميموري والworking memory؟ في ناس بتستخدمهم على ان هما حاجة واحدة، بس هما مش حاجة واحدة، في فرق مميز ما بينهم هما الاتنين. الأولى اللي هي short term memory بتخزن المعلومات فقط، تخزين بس، لكن التانية بتشتغل عليها، يعني في إجراءات بتتم عليها. يعني الشخص بعد ما استقبل المعلومات بيبتدي يعمل لها تحليل وتفسير، ويربط ما بين المعلومات وبعضها البعض، ويديها مسميات ويديها معاني لحد ما يوصل لconclusions، استنتاجات معينة. عشان كده اسمها working memory، في شغل بيتم عليها. الworking memory دي هي الجيت واي أو هي البوابة لللونج تيرم ميموري أو الذاكرة طويلة المدى. ودي بقى الذاكرة اللي الناس كلها بتبقى عايزة توصل لها، لأن الذاكرة قصيرة الأجل ممكن تبقى لمدة ثواني قليلة حتى. يعني لو قلت لحد دلوقتي رقم تليفون وقلت له تقدر تفتكره بعد ما أنا قلته، في الأغلب هيفتكره. خلي بقى 5 دقايق يعدوا وقول له يلا قول لي رقم التليفون تاني، ومستحيل يفتكر حاجة في الأغلب يعني. بس على فكرة في حاجات معينة ممكن تحول الحاجة من شورت للونج، وخليني أعمل فيديو صغير للي عندهم أطفال في مدارس في الفيديو الجاي على إزاي إنه الذاكرة تبقى أقوى، عشان دي حاجة كتير أهالي بيقولوها ولادنا ذاكرتهم ذاكرة السمكة. بس هقول لكم حاجة، دايما الحاجة بتقوى أو بتتحول من شورت للونج، يعني من الذاكرة قصيرة الأجل للونج تيرم ميموري، بحاجتين أساسيتين برضه. هي كذا حاجة. خليني أقول لكم أول حاجة التكرار، repetition أو rehearsal. الحاجة التانية بإنك تستخدم عدد أكبر من الحواس. الحاجة التالتة إنك تفهم الحاجة وتدركها، مش تحفظها بشكل مجرد كمعلومات مجردة فقط. يعني حتى رقم التليفون فيه أرقام ساعات الواحد ممكن يفتكرها لما يديها معنى، يعني يقول لك أول رقمين دول شبه مش عارفة بيمثلوا حاجة في حياتي مهمة، تاريخ ميلاد حد مش عارفة إيه. الرقمين دول مثلا عمر شخص أنا مثلا قريب مني حد أعرفه، مش عارفة الرقمين، فيبتدي يحفظ رقم التليفون بالطريقة دي، مجرد إن اداهم معنى قدر يحطها في اللونج بدل ما تبقى في الشورت، وهكذا. الحاجة التانية بتكون مرتبطة بمشاعر قوية عند الناس. يعني مثلا يجي مثلا 2 صحاب مثلا، واحد فيهم يقول للتاني فاكر واحنا صغيرين مرة انت زقتني جامد وقعتني، فيقول له انا ما عملتش كده، انت بتألف. مش واحد فيهم بيكذب والتاني صادق، لا، هي فكرة انه اللي وقع عليه الألم هو اللي هيفتكر، لانه بيبقى عنده حاجه اسمها intensity of emotions او intensive emotions، مشاعر قويه ارتبطت بالحدث، فسهل جدا انه يفتكره، وممكن لحد اخر يوم في عمره يفضل فاكر. التاني فدي اتسجلت عنده في اللونج تيرم ميموري، في الذاكره طويله المدى، مش صعب ان هو يعني مش سهل ان هو ينساها. التاني لم يقع عليه اي الم ولا بدنيا ولا نفسيا، فبالتالي فضلت معاه في الشورت تيرم ميموري في الذاكره قصيره الاجل، فنسيها بسرعه، اتمسحت بسرعه، حصل لها eradication. يعني eradication هو ازاله، يعني اتزالت خلاص، فهو فعليا مش بيكذب، هو مش فاكر حاجة. فدايما تصدق مين اكتر؟ اللي هو قال ان هو اللي اتألم، هو اللي حصل فيه المشكلة، هو اللي اتعرض للحاجة. اما اللي عمل الحاجة مش هيفتكر في الأغلب بعد مرور فترة زمنية طويلة. فدي اول جزء كده في الذاكرة. خليكم معايا في بقية الفيديو جاي عشان اقول لكم معلومات مهمة اوي في موضوع الذاكرة ده.